أهلا بكم من جديد في أجراء الكلام، وأرحب بضيفي أبو إسلام أحمد عبد الله، وعرفت به مباشرة من دون أي مقدمة للاسم، تاركا له أن يضع هو العنوان أمام الاسم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أستاذ طوني قال 4 عبارات: نصبت نفسي مدافعا عن الإسلام، وهذا حق، ومهاجما للدين المسيحي، وهذا خطأ، واستخدمت الدين مطية لجمع الأموال، يا ريت. أما تنفيذ مطالب أمن الدولة فحقيقي لسه ما خدتش الرتبة، لكن ما عنديش مانع في سبيل ديني إذا كان ده ممكن مع الأمن الوطني، إذا كان التعامل مع الأمن الوطني أو أمن الدولة لنصرة الإسلام ليس عندي مانع. لكن ما لدي من علم أن أمن الدولة كانت تتفق مع الكنيسة المصرية على الإسلام وعلى المسلمين، وأن اعتقالات متكررة كانت أمن الدولة تجامل بها الكنيسة المصرية. تحت أمر حضرتك. مساء الخير. مساء الفل. ما هو اللقب الذي تريد أن تضعه أمام اسمك؟ أنا أحب كثيرا أنني الكاتب والصحفي، عضو نقابة الصحفيين. الكاتب والصحفي. نعم. لست بداعية. لم أقل هذا ودائما أكرر، لكنكم تحبون أن أكون داعية. أنا أسأل. أنت لست قلت بداعية مقدما ولست بشيخ. أنت لأن الذي محاميك الخاص قدمت. قال أنك لست بشيخ. أنت لا، مش محامية. محامية يكرر ما أنا أقول في قناة الفضائية نقلا عنك. أنني لذلك أتيت لك بلبس الإفرنج اليوم. هذا اللبس لم أرتديه قبل 12 سنة. اليوم لبست القميص المخطط. ليه؟ ولبست البنطلون. ليه؟ لأني أعرف أنك سوف تتحدث في ذلك. لا أبدا. خلاص؟ أبدا. فأنا أتيت لك لتعرف أنني إعلامي قديم وإعلامي محترف. على سبيل الممازحة، قال لي أحدهم أنه بعد حلقة الشيخ محمود شعبان أنه لازم ترك الأحذية للضيوف خارج الاستوديو، وخصوصا بعد حلقتك مع نعم. لا، هي الضيوف مع الإعلام العلماني مهم مع كل ضيف حذاء استبن. حذاء استبن. استبن. نعم. لأن لو أن الحوار فكري فبالفعل لا تستخدم فيه الأحذية. لماذا تستخدم عندما ينحط الأسلوب والحوار. العلمانية غير قادرة على الحوار. الذين يدعون الديمقراطية غير قادرين على الحوار، وهم رأس الديمقراطية. يتمنى ومستعد لأي حوار، اسأل ما تشاء، لماذا لكن الحزاب؟ بأدب الحوار. لماذا الحزاب؟ أفضل رد على قلة الحياء. ليه الحذاء له هذه الصفة المسيئة؟ يعني عندما تريد أن تسيء إلى شخص تستعمل الذي أدوس به على الأرض. هذا ينطبق على مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي طبعا. يعني نحن نعلم أن الدين الإسلامي هو دين محبة، دين تسامح، دين غفران حتى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه من تسامح وغفر وأحب من أساء إليه، فكيف لك أن تواجه من يسيء إليك بهذه الطريقة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسامح في حقه، أما نحن فلا نسامح في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونموت فداء له وليس رفع الحذاء فقط. هو يسامح صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نسامح في حقه. وهل الناشط أحمد دومة هو أساء إلى الرسول؟ أرفض السؤال، لأن هذه الشخصية لا تشكل عندي عبء. بغض النظر عن الشخصية، نحن قلنا نستعمل الحذاء دفاعا، ولكن لا ليس دفاعا، لا، الرد المناسب، الرد الأمثل، الرد النموذجي، مش دفاعا. لماذا ترفض السؤال؟ لأن مقامي لا يمكن أنك تتعامل معي بمثل هذه الشخصية. مقامي أعلى من ذلك. طب لماذا ذهبت وجلست معه إذن؟ لخيانة وائل الإبراشي. عشان كده اشترطت عليك اليوم. نعم. لا مداخلات، لا ضيوف، لا، وقلت لك اسأل ما شئت، حتى يكون الحوار على مستوى إعلامي مع إعلامي، ليشهد علينا العالم من فينا المهني في مهنة الإعلام. نعم. أفهم من ذلك أن وائل الإبراشي خانني. لم تكن تعلم. الاتفاق كان رقم 1 على كريم حفناوي، فرفضت وقلت له مداعبا: هاتوا لي راجل
هاتوا لي راجل. فجابوا لي الراجل، قالوا لي عبد الله النجار. نعم. فجلست انا هنا، عبد الله النجار هنا، ستاند باي، ابدا تصوير، يلا اضاءه. ثم وجدته يجلس، فارسلت، عديت ورقه لوائل، قلت له كيف؟ هل انت قادر؟ لماذا لم تغادر؟ نعم. يقال في هذه اللحظه انني غادرت خشيه هذا عيب، فطلبت منه ان يحترم مهنيته ويضبط الجلسه، لكنه بهذه الخيانه، انا لاني اعلامي واعرف يعني ايه افشل حلقه. نعم. اعرفها وتتسلط علي ان نجاح الاعلامي عندي يشكل عبء كبير، لان افسد عليك الحلقه وده امر سهل، فانا ارفض هذا المنهج. قلت عندما قلنا نصب نفسه مدافعا عن الاسلام ان هذا حق. نعم. وهذا حق مشروع. نعم. وعندما قلنا مهاجما للدين المسيحي قلت هذا خطأ. نعم. هو مش خطأ، هو تجني. تجني. في فرق بين، ودي برضو من سبب الضخ لا شعوري للإعلام الفاسد الكاذب. نعم. أنت تشتمني فأنا رددت عليك الشتم، أنت شتمتني في صمت بيني وبينك فأنا صوتي على بالشتم. نعم. أو أنك شتمك اعتاد عليه أهلي، سمعوا شتم كتير في حق النبي وحق القرآن، فلما رددت كان هذا هو الجديد. فأنا في حياتي لأني مأمور من ربي ألا نعتدي إلا على من اعتدى علينا ولا نقاتل إلا من قاتلنا. فأنا بدأت بعد زيكو المجرم ب3 سنوات كاملة يسب ويشتم في الله والقرآن والرسول، وأنا أجري على علماء الأمة. ردوا يا علماء الأمة. أنت قلت، فلم يستجب واحد. أنت قلت لي ما أنا فيه اليوم هو من صناعة زكريا بطرس. نعم، زيكو ده حقيقي، هو الذي حفدني. نعم. وقداسة البابا شنودة. لا، لشنودة مش لقداسة. القداسة عندك أنت، أنا طبعا. عندي طبعا ليس له قداسة عندي. خلاص. كان ممكن أن يتجبر الخاطر بعد يعني قلة حياء وقلة أدب وتعدي زيكو على الإسلام والمسلمين أن شنودة يعتذر لما طلب منه عماد أديب الاعتذار لشعب مصر. كان ممكن يجبر خاطر المسلمين ويعالج المشكلة لما طلب منه محمود سعد الاعتذار لشعب مصر، لكنه أبى وقال نصا هو يسأل وعليهم الإجابة. أنا الذي تصديت للإجابة، وهو ما تسميه أنت الهجوم على الدين المسيحي. لكن الدين المسيحي عندي أمر إلهي ألا أعتدي عليه، أمر إلهي، لكم دينكم ولي دين. لكن عندما يأتي إنسان ناقص ويعتدي على ديني فأنا مضطر أتعامل معه بنفس تعامله هو. وهناك بين المسيحيين، أنا لا يمكن أقول مسيحيين إلا أهلنا المسيحيين، هم أهل مصر، هم أهلنا المصريين. يعني لكن لما يتجاوز واحد من حدود الأدب مع شخصي ممكن أسامح. نعم. مع ربي لا لا. طيب اليوم حضرتك عم توصف شخصية دينية كبيرة لها مقامة بشخص ناقص. ألم يكن أجدر برجال الدين أو أصحاب المقامات الدينية الرفيعة في مصر هي من يرد على هذا الموضوع؟ لماذا تبنيت أنت شخصيا هذا الموضوع؟ صدقت والله صدقت، وهي رسالة من طوني خليفة إلى علماء الأمة. أنا لم أفعل ما فعلت إلا عندما تخاذلتم عن أداء دوركم ورددتم على هذا الناقص العلم والأدب، وأنا ذهبت إليهم. نعم. ما تركت قيادة في مصر، لأن أنا كنت صحفي ناجح ومبسوط، كاتب وصحفي ومؤلف كبير. نعم. ما كان لي في الإعلام إطلاقا، لكنهم جميعا سوف ندرس، سوف نبحث، وكأن دين الله من الواجب. ألم تكن سلفيا في ذلك الوقت؟ ولا بعد ذلك ولا قبل ذلك. اليوم أنت ماذا؟ لا. اليوم أنت ماذا؟ أنا مسلم. مسلم. أنا تقريبا، طيب قل لي، وسيدنا أبو بكر ما قالكش في هذا، ما كانش سلفي، ولا عمر كان إخوان مسلمين. نعم. ولا عثمان كان جماعة دعوة وتبليغ، ولا علي بن أبي طالب كان جماعة إسلامية. أنا أحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نحب الله. بس خلاص. كلنا نحب الله. بس خلاص. ولكن عندما كنت صحفيا كنت ملتحيا وكنت نعم إن شاء الله عز وجل أن تكون بدايتي. ولا فيما بعد؟ ولا لا فيما لا بعد؟ لا لا، أنا التحيت عند أحداث الزاوية الحمراء، لما كان مسيحي في مصر
أطلق النيران على ناس في قطعة أرض أرادوا يعملوها مسجد قدام منزله، فأطلق عليهم النيران وقتل منهم عددا. هنا استفقت وقلت أنا كنت طالب جامعي عادي وزي أي واحد، فسألت نفسي لماذا حدث مجزرة وصراع إسلامي مسيحي في مصر بسبب أن رجلا نصب نفسه مجرما. طب الكنيسة ما في قانون، الأرض مش أرضك، والأرض حتى لو هم اغتصبوها من الدولة لا شأن، هناك قانون. والكنيسة المصرية دائما أؤاخذها أنها تتجاوز القانون. ماذا نفعت شتائم أبو إسلام بالمسيحيين والدين المسيحي؟ لا، ما تقولش السؤال خطأ. ماذا نفعت المواجهة مع زيكو ومع من يجرم في حق الإسلام؟ لا، عندما مزقت الكتاب المقدس وهددت بالتبول عليه. لماذا لا تجعل سؤالك مباشرا؟ عفوا، وعندما قلت أن الكنيسة تؤمن بالعضو الذكري، تعبد العضو الذكري، هذا ليس مواجهة لزيكو وأتباعه أيضا. نعم. وما زالت مع زيكو وأتباعه وكل من يرتضي قلة أدب وحياء زيكو. نعم. ويكف. طيب، هل أعطني يدك أعاهدك أن الكنيسة المصرية لو أصدرت قرار حرمات لكل من يعتدي في الثلاث قنوات أو الأربعة السافلة المصرية، وإنه يكف عن الاعتداء على القرآن والسنة والمسلمين، وأعاهدك إذا طلبت مني ذلك وتضمن لي ذلك أن أبدأ أنا قبلها بشهر كامل من اليوم لمدة 30 يوم أن تكف القنوات المسيحية عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والمسلمين. طيب، اليوم كلنا بنعرف انه زكريا بطرس هو غير مرضي عنه من الكنيسة، والى حد ما هو مبعد من الكنيسة. في حاجة صنم الكلام ده ما يتقالش لابو اسلام، يتقال لعوام المسلمين. نعم. هناك في قرار حرمات اصدرته الكنيسة المصرية ضد ابراهيم عبد السيد عندما اختلف مع رئيس الكنيسة. نعم. مايكل نسيت اسمه والله، اللي هم الناس اللي خرجوا على شنودة، أصدر ضدهم قرار حرمات. يعني فيصدر قرار حرمات يعني رسمي من الكنيسة. من حضرتك هلا إنه إذا الكنيسة حرمت زكريا بطرس لن يعود المسيحيون كفارا؟ لا، هم كفار شيء، لا ده لازم يكونوا كفار. ده تمام إيماني أنهم كفار، وتمام إيمانك أنني كافر. ولكن أنا كمسيحي لا أكفر بالإسلام. أنت تكفر بالإسلام. العوذ بالله. أنت تكفر. العوذ بالله. العوذ بالله. أنت غير... تظلمني وتظلم غيري. نحن لا نكفر بالإسلام. ده الأسلوب الجميل للكنيسة، إنها تقول أنت غير مؤمن وما تقولش يا كافر. ده أسلوب كده، لكن لا، غير مؤمن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. من قال؟ الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله. والله لو تتفق مع المجمع بتاعنا البحوث الإسلامية أو مع الأزهر ونحذف الآية دي، أعدك بذلك، ليس عندي مانع. أنا مشكلتي مع ديني وعقيدتي. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. لو الآية دي شالوها خلاص، فالكلام مش قولي أنا، مش أنا اللي بكفر، لا، حكم الله عز وجل على من يجعل لله شريكا كافر، من يجعل لله أما أو أبا أو ابنا كافر. مش بيدي والله، ليس عندي منع، تحت أمرك. احذف لي بس قررنا حذف الآية وأنا تحت أمرك، ما تزعلش مني أبدا. أنا مش زعلان منك، لأنه أنا من الناس اللي يؤمن بحرية العقيدة وبحرية الدين. أنا لا ألزمك بديني، وأنت لا تستطيع أن تلزم غيرك بدينه. الكلام اللي قلته ده غير موجود في كتابك المقدس اللي بتقدسه، لكن موجود في كتابي أنا، موجود بتعاليمي. لا يمكن اللي تعلمته من وحي كتابي المقدس. لا يوجد في كتابك إطلاقا مثل هذا النص، لكن موجود في كتابي أنا. لكم دينكم ولي دين. ما زال موجود بكتابك. نعم. ليش عم تكفرني؟ لازم به. ليش عم تكفرني إذا موجود بكتابك؟ ده مش التكفير لا يحزنك، التكفير يسعدك، لأني أشهد لك أنك على دينك ولست على ديني. شرف لي أنني كافر بالمسيحية. أنا أي وشرف للمسيحي. أنا أي شخص يؤمن بالله سبحانه وتعالى هو إنسان مؤمن وليس بكافر. مؤمن بالله. مؤمن بالله. خلاص. بسألك سؤال على الملأ كده. خلاص. شو بدك تؤمن؟ انتظرني بأكثر من الله. خدني بقى من دون فتحت ملف العقيدة. المسيحي في انجلترا
نعم. في لندن. اسم إلهه إيه؟ لما بيكلم ربنا يقول له إيه؟ حسب لغته. أيوه بيقول له إيه؟ ما أنت عارف. أوه ماي جاد، خلاص جاد، خلاص. وأنا إلهي أنا اسمه الله. خلاص؟ أنت اسمك توني بالإنجليزي؟ توني. بالألماني؟ توني. فرنساوي؟ توني. هل الأسماء تترجم؟ كيف تترجم الأسماء؟ بطرس بيصير بيير، بيصير بيتر. لا، هذه لكنة. لا مش لكنة، لغة خلاص. لا. الله عز وجل. لا. طيب ده مخرج ليك؟ مش مخرج ليا، دي واقع، دي حقيقة. أسيبه لك. دي حقيقة. شوف أسيبه لك. لنذهب إلى قاموس اكسفورد. نعم. ونقول له ابحث لنا عن جد، GOD أو فاذر أو ماستر أو لورد، وناخد أسماء وصفات هذا الاسم ونضعها هنا، ونذهب إلى قاموس المحيط في اللغة العربية، أعطني أسماء وصفات اللفظ الله. هل تتفق هذه الأسماء والصفات مع هنا؟ هل الله لشعوب أوروبا يختلف عن الله لشعوب العربية وشعوب أمريكا؟ كيف؟ خبرني كيف. أنا بقول لك أهو، ارجع لقاموس لاروس. ارجع لقاموس لاروس. من خالق هذا الكون؟ الله الواحد الأحد عندي أنا. نعم. أما عند غيري من يسوع. خالق هذا الكون؟ ما أنا بقول لك الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. أما يسوع الذي يتعبد به المسيحيين، عند المسيحيين يسوع هو ابن الله. بس ابن نعم. الله هنا عندي كفر. نعم. بس ولكن الله، أنا أتكلم عن الله. أنت تعبد الله أم يسوع؟ أنا أعبد الله. ويسوع بالنسبة لك؟ أنا أعبد الله. ويسوع بالنسبة لك؟ أنا بديني يسوع هو محور ديني. كما يسوع الله ولا ابن الله؟ أنا أعبد الله. الله والله تبعك والله تبع كل الناس هو نفس الله. لا بالنسبة لك أنا عم بحكي بالنسبة لكل الناس. أرجوك، الله خالق موسى وخالق عيسى، وهو موجد عيسى وأم عيسى واللي جابوا عيسى عليه السلام. الله هو الذي أوجده نبيا عبدا مرسلا من عنده. إذا ألهته يبقى الله بتاعك مش الله بتاعي. الله بتاعي واحد أحد، عندك آب وابن وروح قدس، إله واحد آمين. يا أستاذ، نحن اليوم نبحث عن السبب الذي يجعلك ثائرا وحاقدا ومهاجما. هذا أنت، لكن لا. بأسلوب هادئ. لا. أما أنا ومهاجما. نعم. ولا أهاجم ولا أستشعر أي ألم على كيف لك أن تصف الكنيسة بأنها تعبد العضو الذكري؟ لك تقول لي، مش تقول لي تصف، تقول لي هل هذا موجود أو لا. خلي الناس يدخلوا الآن الإنترنت ويفتحوا ويقولوا عبادة الذكر. نعم. وتشوف الكريستيان الكنيسة اللي بتعبد الذكر على الإنترنت. يعني كيف الكنيسة بتعبد الذكر؟ عيب وقلة أدب ووقاحة. نعم. وسفالة. نعم. عيب ما يصح. بس أنا ذنبي إيه؟ يعني أنت اليوم ركزت على موضوع معين على الإنترنت، إنه مجموعة قلت أنت، أنا مش شايفها إنه مسيحية تعبد أنا ما ركزتش. الذكر. أنا ما ركزتش. طيب أخذتها وحاولت تسوقها بطريقة معينة. أنت الذي سوقت. أنا ما سوقت، أنت القايل في فيديو بالصوت والصورة لما تقول. أقسم بالله العلي العظيم، والله صدقوني، والله لا أكذب، والله لا أكذب، والله لا أكذب، أن أصل عبادات الكنيسة، أصل عبادات الكنيسة أنها تعبد ذكر الرجل. أقسم بجلال الله والتوثيق بالصورة بعشرات الصور. طب هقول لكم على حاجة، بس الكلام ده قليل الأدب لكن ده الحقيقة. شوفوا صورة يسوع وتلاقوا هنا العضو الذكري في الحتة دي، وعاملينه بيعبدوه، بس مش يعني ايه، في عقيدة ظاهرة وعقيدة باطنية، عقيدة باطنية زي بتاعت الشيعة كده. لا والله العظيم عقيدة مرعبة مرعبة. شوف كل طيب مين جالنا التمثيل منين؟ مين جالنا الزنا والدعارة منين؟ الحشيش منين؟ الرقاصين منين؟ السجاير جات لنا منين؟ الافيون جالنا منين؟ الغوازي جالنا منين؟ المسرح جالنا منين؟ السيما جات لنا منين؟ كل ده صناعة مسيحية صهيونية. أنا لما أقول عبارة عابرة في حوالي ساعة تحدثت 10 ثواني عن موضوع. لما أنت تاخد ال10 ثواني طبعا، بس ما تقبل 10 ثواني. ما هي ال10 ثواني ده الكلام ممتاز جدا. ما هي ال10 ثواني دول، نعم. ال10 ثواني دول من الذكاء انك تداريهم
وتبحث عنه صح ولا لا. لكن انت اخذته مركز فجعلتني الان اعلم للملأ نعم. ان فعلا هناك كنائس تعبد الذكر وتجعله تزرعه في الارض وباحجام كبيره وتحضنه وتجعله مصاصه وتجعله وتتصور الى جواره يتفرج على الافلام في الانترنت. انت الذي سلطت الضوء على هذا. لكن بالنسبه لي انا كلام عابر، زي مثلا ولكن برأيك كنيسه تزوج سحقيات. نعم. مش كل الكنائس بتعمل كده، كنيسه كنيستين دول مش كنائس، دول مش كنائس مسيحيه. امال دول ايه؟ دول خوارج عن الكنيسه. الله عليك، ممتاز. ألا يوجد اليوم مساجد تعتبر الامام علي هو شريكا للرسول وهو اله؟ شو بقى الفرق بيني وبينكم؟ ان ده الذي يكفر نقول انه كفر بالله، اما انتم فترضون بكل ما في عقيدتكم. ابدا. من قال لك أبداً. من قال لك اننا لم نرضى؟ اقرا على الانترنت بيانا واحدا من اي كنيسه في العالم نعم. تستنكر الشذوذ. شوف الكنيسه الكاثوليكيه وانت تابع الكاثوليك تنهار كل يوم بسبب الشذوذ الجنسي للاباء والكهنه. نحن اليوم نتحدث عن المواقف الرسميه للدين الإسلامي والمواقف الرسمية للدين المسيحي والمواقف الرسمية لكل الأديان، ولا نتحدث ونهاجم على ما قرأناه في النت أو شفناه في النت أو صور. هناك صور كثيرة في النت، خذ الصور إذن واعتمد عليها واطرح أفكارك وسوقها كما يحلو لك. الكنيسة الكاثوليكية على وجه التحديد، أنا ما كنت أحب أن أذهب إلى هناك، تعوم في زنا ودعارة في الكنيسة آلاف الحالات، حتى أن كنائس تبيع ممتلكاتها عشان تسدد الديون بتاعت من يرفعون القضايا. الكنيسة أبدا لم تطعن في حق أحد من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الآثام، وهناك قانون من بابا الفاتيكان. إذا سألتك من أين لك هذه المعلومات أنها لا تدقق، بتقول لي جيب لي على النت. اسمع لي بقى، هناك قضايا اليوم مرفوعة يا أستاذي. لا ما أنك تشوه حقائق وتسوق أفكار زي ما أنت عاوز تسوقها. الكنيسة الكاثوليكية ترفع لواء مناهضة الإجهاض. تسمع عن ذلك؟ ترفض الإجهاض. تسمع ذلك؟ نعم. إذا حدث وأن فتاة مسيحية كاثوليكية حملت تسأل عن إنها تحاسب تعاقب كنسيا إذا نزلت هذا المولود، ولا تعاقب على أنها ارتكبت الزنا. قل لي لأن هذا باطل في الكنيسة وأنا سأوافقك. من قال لك ذلك؟ الكنيسة مجمع الفاتيكان في وصايا الكنيسة الأساسية لا تزني. الله سبحان الله. ما زال نحن عقابنا بدنا ناخده من الله سبحانه وتعالى. عندما نواجه ربنا هو اللي راح يعطينا عقابنا او ثوابنا. شوف في دينك شو قلنا اذا انا راح بده يحاكمني ابو اسلام الله ولا بده يحاكمني فلان؟ إسلام. انت قل للكنيسه الزمي الادب مع الاسلام. لا تجد ابو اسلام. الكنيسه لا تلتزم الادب مع الاسلام طبعا. انت بابا روما ده البابا اللي ماشي اليومين دول، مش اول بيان ليه اساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واساء القران. أول كلمة له في ألمانيا ماذا قال؟ هذا قال إنه إجرامي وقاتل وسفك دماء كل ذلك قاله، وقامت الدنيا ثم قعدت وانتهى كل شيء. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد في أجرأ الكلام في هذه الحلقة، حيث يقال فيها أجرأ الكلام مع ضيفي أبو إسلام. كنا نتحدث تحت الهواء عن محاولات عديدة، يعني فاجأتني الكلام اللي بتقوله تحت الهواء يختلف مع منابرك ومع يعني تحت الهواء عم بتقول اني انا تواق اني اعيش بدولة نعيش مسيحيين ومسلمين مع بعض صحيح. ايدنا بايد بعض، احترم اديانهم يحترمون ديني، احترم كنيستهم يحترمون مسجد. حاولت كذا مرة ان توفق في هذا الموضوع. الذي يسمعك تتكلم بعيدا عن الاعلام يرى فيك إنسانا يختلف تماما عن الاستعراضي الإعلامي على الشاشة، يعني وكأنه لديك شخصيتين مختلفتين متناقضتين تماما. هذه طبيعة أيهما أبو إسلام الأصدق، الذي سمعته تحت الهواء أو الذي نستمع إليه على الشاشات وعلى المنابر؟ هذه طبيعة البشر عندما تكون صادقا مع نفسك. نعم. فأنت مع المؤدب تكون مؤدبا، ومع الرقيق تكون رقيقا، ومع المهذب تكون مهذبا، ومع الوقح
عندي أنا لابد أن أكون أكثر منه، لكن ديني يمنعني ويقول ألا نعتدي إلا بمثل ما اعتدي عليكم. نعم فقط. من مستخدمي موقعك القدامى قبل الثورة من السلفيين يتهمونك بشكل مباشر بالعمالة لأمن الدولة وبالتخلي عن القضية وباستغلال التبرعات التي كنت أو تأتيك لموقعك لنفسك شخصيا. يعني على سبيل المثال أبو هريرة المصري. هذا في حياتي لم أعرف أحدا بهذا الاسم. أنا على فكرة لم يعمل عندي لا سلفي ولا تلفي ولا إخوان ولا غير إخوان. لا ما بتعرف حدا اسمه أبو هريرة؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. تقول والله؟ أبو إسلام عم تقول والله؟ أعرف أبو هريرة رضي الله عنه، عدا ذلك والله لا أعرف أحدا على وجه الأرض بهذا الاسم إلا أبو هريرة رضي الله عنه. أنت قلت واحد أكل في بيتي، فيكون خائن إذا قال هذا الكلام. ارحمنا يا أبو إسلام. نصيحة لكل مسلم: إذا حدثكم أبو إسلام حديثا فلا تصدقوه، وهذه شهادتي والله على ما أقول شهيد. لو تجلسوا مع أبو إسلام وتعاشروه 3 أيام تكفي، وتدخلوا بيته وتجلسوا معه أو تتعاملوا معه ماديا 3 نقاط، ساعتها سيفهم كلامي وليس من سمع كمن رأى. لا يمكن إنسان سوي يجلس مع أبي إسلام، والله على ما أقول شهيد، إلا ويحب أبو إسلام. ولا أحد صالح يحب الله ورسوله ويستمع إلى أبي إسلام إلا ويصدقه. من الذي لا يصدق أبو إسلام؟ الذي يكره الإسلام أو عنده خلل في المعتقد. هل طليقة ابنك تكره الإسلام؟ لا حاشا لله. ولماذا قالت عنك كل هذا الكلام؟ سبحان الله. يعني طليقة ابني هي لم تطلق بعد بسببك أنت. يعني أنت تدعي يعني علي. مش أدعي، هي من قالت أنك تعذبها. مني هي أصدق مني. عم بسأل هل أنت تصدقها؟ أنا أقول لك هذه امرأة تزوجت ولدي، أنا لم أوافق على زواجها ولم أوقع على عقد الزواج، ولكن حضرت لأنه ولدي ودعت مع أولادي. أقول رأيي في من يريد الزواج، لكني لا أقف أمامه حجر عثرة. فلم تكن البيئة مناسبة ولا الاجتماع الأمر، والعائلة عندي كلها إرهابية منتقبات، وكانت هي غير منتقبة. فالشكل العام مش بتاعنا. ما عندناش حد مثلا بيحط مكياج، وهي كانت تحب المكياج. هي يعني أنا لا أطعن فيها، لأنها تظل زوجة ولدي وأم حفيدي، وعليها الآن 6 شهور سجن وهاربة منهم. هناك قضاء. كيف تحاسبني وهناك قضاء؟ طيب لماذا عرقلت عملية طلاق؟ أنا هذا لم السؤال. أعرقل ولم أدخل. تسمع مني هذا ونغلق هذا الملف. أول مشكلة بينها وبين ولدي قلت له ستدفع الثمن غاليا. نصيحتي أن تنهي هذه العلاقة، لكنها كانت يعني تملك شيء من الجمال يعني امرأة، فولدي تمسك بها. فعندما وصلنا لطريق مسدود اتصلت أنا بأخيها الأكبر، لأن أبوها ميت وأمها ميتة. اتصلت بأخيها الأكبر والله شهيد على ذلك. وممكن أتصل الآن بعمها فورا الآن أمامك ليقول لك ما أقول. السلام عليكم يا ولدي، اللي هو شقيقها الأكبر، العلاقة خلاص انتهت. أتمنى عليكم أن تأتي لي وتطلب كل ما تريد لأختك وتضمن لها كل الحقوق، لأنني أحب أن أطبق شرع الله في نفسي وفي بيتي وفي ولدي. هل تقبل يا ولدي؟ قال أرد عليها. فلما وصلت إلى طريق مسدود وسرقوا الأساس البيت، وصلت بعمها، أتى بلي من الصعيد هو وزوجته، وجعلته شاهدا عليها، مستعد أدفع لها كل ما تحتاجه وفوقه لأحافظ على حفيدي في ظل أم وفي ظل أب، حتى لو مفترقين. وهذا العرض قائم حتى اليوم. من قال؟ نحن نعلم أن هناك تفاهمات بين الأمن وبين أبو إسلام. لا أعرف. وهذا لم يقل هذا أبدا إلا الكنيسة. الكنيسة. إيه المشكلة واحد
مسيحي يتكلم ويكتب اسم محمد أو أبو هريرة أو معاذ بن جبل أو محمد بن عبد الله، خاصة أن الكنيسة عندها نص واضح في الكذب. إذا كان مجد الله يزداد بكذبه فلماذا؟ لا كلهم من الكنيسة. أيوة كله من، شوف ما أنا بقول لك المسلم، أنا معاملاتي مع المسلمين راقية للغاية جدا جدا. أنا قدوة، أحاول أن أتمثل دور القدوة. هل يمكن لمسيحي أن يعيش في مصر بأفكار أبو إسلام؟ يعني لا نقلب المقاييس. هل ممكن أنه نلاقي واحد مثل أبو إسلام ولكن العكس، يعني يهاجم الإسلام، يهاجم المسلمين بنفس الشراسة؟ ما أنا برفض كلامك. طيب بس أرفضه، بس جاوبني عليه. لا أهاجم أحد، أنا أرد بقلة الأدب. طيب دائما. طيب لنفترض يعني هناك شخص آخر موجود، زيكو مش موجود في مصر. مش موجود في مصر. لا، ما انا مش موجود في مصر. انت موجود فين؟ لا يا حبيبي، انت اليوم وين؟ انا قناتي زي شوف اليوم شو بدي بالقناه؟ انا بدي اعطيك مثل ثاني. انا بسجل خلاص في حضرتك والقناه تشتري مني بقى. في شخص في حضرتك وفي شخص اخر نعم حكموا بازدراء الاديان، كريم عامر وحضرتك موجود هون. ناس اثنينكم نفس التهمه، واحد منكم عايش بمصر والثاني ما بيقدر يجي على مصر. طيب يعني طيب انت ليش انت اثنين متهمين بالسرقه. واحد متهم لانه سرق، واحد متهم مكيده له. عايز تساوي بين الاثنين؟ انت مش ازدراء اديان؟ لا اطلاقا طبعا. لما انا اؤدي واجبي الشرعي. لما تمزق الانجيل واجبك شرعي؟ انجيل؟ انت تعرف ان في العالم المقدس كتاب انجيل؟ تشهد يسوع ان هناك على الارض كتابا اسمه الانجيل؟ شو اسمه الكتاب؟ شو اسمه الكتاب؟ اسمه كتاب تيري جونز، ما اسموش انجيل. تيري جونز؟ ايوه. هلا صار كل المسيحيه يعني وتعاليم المسيح وكل هذه المواضيع صارت كتاب تيري جونز. لا، انت قبل الهواء مباشره نعم. قلت لي على شهود يهوه انهم خوارج. نعم. لهم كتاب مقدس. خلاص انت قلت لي ذلك. لهم كتابهم المقدس. وتيري جونز له كتابه. مالي ومال تيري جونز؟ هل انت هاجمت تيري جونز قد ما انا هاجمته؟ لما تيري جونز أساء وهدد بحرق القرآن الكريم، كنت الإعلامي العربي الوحيد الذي استضاف هذا النذل ومسح الأرض فيه. لا يهمني بأمثاله. لا يهمني. بينما حضرتك لا يهمني مسكت الإنجيل وهددت. أنت مدعي كذبا عليا. شو بقول لك اللي قطعته مش إنجيل. شو اللي لا يوجد إنجيل على وجه الأرض. خلاص لا يوجد ولكن إنجيل. هناك المليارات يعتبرون هذا كتابهم المقدس. كتاب اللي عندك ولا اللي عند شنودة؟ اللي عند الكاثوليك ولا اللي عند الأرثوذكس؟ مالك؟ لا يا حبيب قلبي، لا، ليعرفوا العالم. هلا القرآن السني يختلف عن القرآن الشيعي؟ أنا أملك الدليل. رد علي على هالسؤال. القرآن السني يختلف عن القرآن الشيعي؟ بقدر اجي انا اقول لك انه هذا القرآن هو قرآنك ولا قرآن الشيعة ولا قرآن العلويين ولا قرآن الاسماعيليين؟ علي ان ادلل لك نعم ان النسخة التي لديك كاثوليكي لا يؤمن بها اطلاقا ولا يرضى دخولها مصر. الشنودة والكنيسة المصرية وشنودة نفسه قال عندي تسجيل. اسمعني اهو، انا اقول لك اسمعني بقى، بلاش اشوف الاعلام. صوت وصوره لشنودة يقول، صوت وصوره يقول بيجي لي الكتاب اللي بيتسمى كتاب الحياه وهو انجيل، وانا لا ارضى ان اوقع عليه تصفيق حاد، لانه لا يوقع على الكتاب المقدس الذي يخص الانجيليين. مالي ومال الخبريه اللي عم تخبرني اياها ان الكتاب اللي عندك مقدس رمز لمسيحيي العالم برضه سكتوا باستعراض قدام الاعلام. انت بتشوش علشان تفهم الناس نعم. ان كتابكم واحد. لا، نحن فينا نقول هلا انه تيري جونز القرآن اللي كان عاوز يحرقه هو مش قرآن المسلمين، هو القرآن الذي يتعبد به ابو اسلام. تصنع خيال ولا تسمع مني واقع؟ ده كلامك. اي واقع؟ اسمعني يا حبيبي، بقول لك شنودة في تسجيل صوت وصورة. مالي شوف كل ما بتنكر اكرر الكلام ده. مالي يقول انا لا اعتمد، وممنوع على فكرة كتاب الكاثوليك النسخة اليسوعية تدخل مصر. في حال برضه شنودة صوت وصورة. في حال صدقنا هذا الكلام. لا مش في حال، ده لازم تصدقه. في حال صدقنا هذا الكلام. لان ابو اسلام لما يتكلم لازم يصدق. في حال صدقنا هذا لا الكلام. يتكلم الا بصدق. تعرف لو كنت انت يعني تعلمني انك تتكلم في ذلك كنت اقمت عليك الحجة واتحداك انك تعمل حلقة تانية وتسأل المشاهدين عليا، تقيم الحجة عليا ان افتح لك الكتب
هفتح لك قدام المشاهدين 10 طبعات عربية، كل طبعة من الطبعات صاحبة ملة معينة، أتحدى أن تتفق واحدة مع الأخرى. نعم، لكل طائفة. أنا أقبل التحدي، بس مقابل أن أتحداك أيضا. تفضل. أن أجلب لك الضيوف والمداخلات التي لا رفضتهم. لا 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 أحب الهرج، أنا أريد أن أظهر لك الموثيقة. ليس بهرج، وأنا أريد أن أظهر وثائق يقولها أشخاص. في شخص قايل تقول لي شيعة ماليش دعوة. لا لا لا، كله ماليش دعوة. في شخص بيقول أقسم بالله العظيم إني تعاملت مع أبو إسلام لأكثر من 4 سنوات وكنت من أقرب الناس، عفوا على التعبير هذا ليس كلامي، وهو والله لص وسارق ومتاجر بالقضية لا غير، وكان المشايخ في البدء يثنون عليه حتى وصلتهم أخباره، وبعضهم شارك في لجنة تحقيق شهيرة وافق عليها أبو إسلام، وأصدرت اللجنة قرارها وأدانت أبو إسلام الذي جمع الأموال بلا رقيب وبنى بها بيوتا له ولأبنائه، ورصيده الشخصي في البنك وقتها تخطى ملايين الجنيهات. يا أخوة اتقوا الله، فهذا الرجل لا نسمع صوته سوى في جمع التبرعات فقط، وكبار العاملين في مقاومة التنصير في مصر يعلمون هذا جيدا، وأشهد الله أن لدي من الحقائق عنه ما تشيب له الرؤوس، ولكني أنصح بغلق الموضوع والحذر من هذا الأفاق الأثيم. هذا تعبيره وليس تعبيرنا. هل تجرؤ على مواجهة هذا الشخص؟ هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا كلام فارغ. لماذا؟ ما هو قال يمتلك الوثائق. أواجهه إمتى؟ يروح في الحلقة الثانية. يروح للنائب العام ويقدم ده. لو راجل محترم وأمه بالفعل جايباه في الحلال، يروح قسم الشرطة ويبلغ. اللي يسكت على واحد ظالم يبقى ظالم وأظلم منه. أبو إسلام صاغ سليم، بتحدى كل ورقي مكشوف في حياتي، وده على فكرة بيخلي الناس مرتبكة. مين وراك؟ الله عز وجل. اللي عنده شك ذرة في أبي إسلام في 10 جنيهات. أنا تعرف الناس أنا بجمع لقناة الأمة في الشهر كام؟ تجمع 250,000 جنيه. على عينك يا تاجر. بعمل بيوت، بشتري أراضي، واخد بالك، لكن المشكلة أن المسلمين يثقون فيه ويدوني المبلغ ده كل شهر. تصدق؟ كل شهر. طب أقول لهم إيه؟ ناس بتثق في أبو إسلام، أعمل له بالله عليك حط نفسك مكاني. سؤال، لماذا دائما ترفض بمواجهة عالم؟ لماذا؟ يكلمني في إيه؟ في الدين. يعني إيه في الدين؟ ما أنا مش بتاع دين. بتاع شو؟ لا أنا بتاع كنيسة. بتاع كنيسة. يكلمني في التنصير على عينك يا تاجر. لكن يكلمني انا استاذه بقى خلاص، لكن يكلمني في العقيده لا، ده هم اساتذتي. الازهر ده فوق، ده تاج راسنا في الشريعه لا 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 لا. انا اتعدى على عالم ازهري؟ لا والله ما يحصل. انت تجعلني خصم الازهري؟ مش خاص. لا والله لا ارضاه. مش خاص. لا ده يرفع حذاءه عليا واقول له شكرا انه عالم ازهري، لان العلمانيين ده شغلتهم. لكن لا. طيب عرضنا عليك مناظره الشيخ محمد عبد الله نصر. ميزو عشان انت ميزو صح؟ عشان انت انسان كده بتنزل من عينيا. ليه؟ تبقى انسان غير سوي. ليه؟ انا اناظر ميزو؟ مين ميزو؟ مين ميزو؟ الا يلبس عيب عمامة؟ عليك. الا يلبس عمامة؟ عيب عليك. ما دول الصنف اللي بتتعاملوا معاه انتوا. لا سؤال، الا يلبس عمامة؟ بقول لك ده الصنف ده بتاعكم انتوا. استاذي برسوم المحرقي ألم يكن يلبس زي الكنيسة ونكح وزنى ب5,000 امرأة؟ ما رأي حضرتك؟ برسوم محرقي والصور والأفلام موجودة. أنا أتحدث عن هذا الشخص. وأنا بتحدث عن برسوم محرقي. أنا بتحدث عن هذا الشخص. وأنا باخد الشخص ده. لماذا ميزو مثلا؟ لماذا بتسميه ميزو؟ شفت هم الناس اللي بيقولوا كده عليا أنا مالي. ادخل اطلب كده ميزو في الانترنت يطلع لك كل هو ميزو. كتير متأثر بالانترنت طبعا، يعني عايش على الانترنت. الكفار الصليبيين والصهاينة في العالم اخترعوا لنا الانترنت. وانت بتستعمل. وانا فرحان بهذا العطاء الصليبي الصهيوني العالمي. رزق من الله عز وجل. ليش لا يوجد مفكرين في الاسلام؟ لا مفكرين. عندهم الكفاءة بس انهم يخترعوا. وحشين كخة كلهم وحشين. فانا معتمد على مين؟ على المسيحيين. بعرف حتى في بناقشك اجيب الموسوعة الكاثوليكية، اجيب الموسوعة المسيحية. لازم اعتمد على علم الناس. انا لا يمكن في حياتي ان انا استشهد على مسيحي بكلام من قرآن ربنا او سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم من كتابه. طيب لماذا كل هذا الكتب متعددة؟ لماذا كل هذا الحقد على المسيحية؟ هذا الحب وعلى الكنيسة. اسمه الحب وليس الحب. حب ما بعرف انت. اسمه الحب. خلاص؟ الحب. لماذا كل هذا الحب؟ لاني اتمنى لهم ما اتمناه لنفسي. وهو
أن ندخل الجنة. كلما أنا أمرت أن ما خلقت الجن هل والإنس. أنت متأكد أنك ستدخل الجنة؟ إن شاء الله ربي، أقسم عليك ربي ألا تحرمني من الفردوس الأعلى من الجنة. يا غني يا غني، أطلب منك وأنت الغني أن تقبل مني دعائي، وأنت أعلم بما في قلبي وما في صدري ورسالتي ما هي. طيب ما رأيك في العلامة الدكتور علي جمعة؟ على فكرة مستوى، ما رأيك في العلامة الدكتور علي جمعة؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذا الرجل أحبه حبا، لا هو يعلم ذلك، يعلم ذلك، وأنا كنت معه، لكنني أختلف معه عندما يذهب إلى أندية اللاينز. علي جمعة لما كنت أشعر بالضيق أذهب إليه فيصبرني. وصفك بأنك من خوارج العصر. وماله؟ لماذا؟ لأن هي قضيته مع من يسمون بالوهابية، قضية الأزهرية، لأن في مساحة منهم أصحاب مذاهب. أنا لا أتكلم في مذاهب، لأني أنا قضيتي مع الكنيسة مش مع المسلمين أبدا. من أعلم، أنت أو علي جمعة؟ مع احترامي، شيخي وأستاذي وعالمي وتاج رأسي كل شيء، لكن ليس بنبي. ما وصفته بالمجرم؟ حاشا لله، حاشا لله. اللي قاله محمود شعبان قرأه من إيه؟ من صحيح مسلم. اللي قالوا نفس الكلام ده قالوا في مجرم المفتي علي جمعة، في مجرم المفتي علي جمعة، في مجرم المفتي علي جمعة. هي الانترنت، هي الانترنت. بحب علمائي قوي قوي. شفت مشاكل الانترنت لما تفوت على الانترنت بتشوف. انا اخترت لنفسي اسلوب جميل جدا. نعم. انا صاحب هدف، وصاحب هدف سامي جدا. اللي ماشي تجاه هدف، اللي يرميه بالطوب، يرميه بالحجاره، يقول ده زاني، يقول ده داعر، يقول ده لص، يقول يعني لم تصفه ولا مره بالمجرم؟ حاشا لله. في فيديو بتقول فيه انك انت بتطلب من الرئيس مرسي تسليم الجيش للجماعات الجهاديه، الشرطه للجماعه الاسلاميه، وزاره الاوقاف للسلفيين، وبنكون حصلنا على اللي نحن بدنا. ده الفهم العلماني. تسمع اللي انا قلته؟ يلا. اقول انني ادعو المسلمين الى التكامل والتكامل. نعم. خلاص، والوحده. نعم. فانا ارى يا جماعه المسلمين، يا تيار اسلامي، من فيكم؟ عندنا 4 تيارات كبرى: الاخوان، السلفيه، الجهاد، الجماعه الاسلاميه. 4 قوى كبرى. ارى من يتولى رئاسه الدوله. هل تجدون فيكم من هو اكفأ من جماعه الاخوان المسلمين؟ اذن يحملها جماعه الاخوان المسلمين. لكن من يتولى امور الدين في مصر؟ السلفيه. هل هناك اكفأ من السلفيه لضبط الأمور عقديا من ال3 جبهات الأخرى؟ أختار السلفية لتتولى الأزهر والأوقاف. يبقى عندنا الجيش والشرطة. ترون من الأولى بالشرطة؟ جماعة الإخوان المسلمين؟ لا. السلفية؟ لا. إذن هي أولى بها الجماعة الإسلامية. ويبقى الجيش لجماعة الجهاد. هكذا هو الاختلاف، اختلاف تنوع. أدعو الله عز وجل أن يكون مقبولا لدى الجميع فتكتمل قوى الأمة. فإذا ما هذا ما قلناه، بس خلاص. هذا ما قلناه. أنت لم تقل ذلك. طيب والناس أنت قلت عكس ذلك. والناس المدنيين الباقيين؟ إيه مدنيين؟ يعني اللي ما بينتميوا لل4 فصائل الباقية. اذكر لي مين بالظبط عشان أقول لك. واحد شيوعي مثلا؟ شيوعي مثلا. ما حكم كتير خلاص شبع. ليبرالي؟ خلاص ما حكم كتير شبع. سيبوا نجرب الإسلام مرة. خلوا مصر تجرب الإسلام. طيب الشيخ الأزهر نوديه فين لما نجيب سلفي يستلم وزارة شؤون الأوقاف؟ هو شيخ الأزهر ده هيقعد معانا كم سنة؟ مش عارف. يعني 100 سنة كمان؟ بيجي غيره بعد ما يموت الله يطول. نيجي السلفي. الله بس يطول لو طبقوا كلامي ده نوع من رسالة للحراك الإسلامي، إن خلوا اختلافكم مش تصادمي لكن تكاملي. دي دعوة للحراك الإسلامي، ودي وظيفة قناة الأمة الآن في الفترة دي. لما تقعد تحضر نفسك بينك وبين نفسك شو بتقول؟ أنا بؤدب نفسي جدا. لا أنا قاسي والله، لا مش هحلف، أنا قاسي جدا مع نفسي. قاسي بدرجة أنا أتمنى أن لا أكون شيئا موجودا. أنا ما بمشيش في الشوارع عشان لا أحد ينظر ويشير إلي. أنا لما بروح مؤتمرات ببقى ماشي وخايف وأقول قربوني. كيف بيعاملوك بالشوارع أنت وماشي؟ والله يعني قد ايه في ناس ايجابيين مقابل اعداد من الناس السلبيين؟ الاعداء دول سبحان الله لا يراهم الا انتم،
لكن والله شفت ليه دايما بتحكيني؟ ده بقول لك اول امس انت ما انت ليه؟ ما هو الاعلام يعني الاعلام لما المتعلم أنا ده أتكلم. رساله واحده. طيب. ما انا بقول لك شوف حضرتك، انا قابلتني استاذه ناديه، ودي كلمت عنها في حلقه اول امس. استاذه ناديه مسيحيه قابلتني في حديقه القبه. حقيقه انا علاقاتي بالمسيحيين واسعه جدا كتيره. انا بقول لك انا كنت بزور قلبهم كبير. لا هو مش قلبهم كبير، هم يجيدوا فن الحوار ده. لكن شيوخنا بنقول لهم انت تعرف المرأة اسمها ايه اللي بتوعظ ده اللي هي كانت بتصرف على زيكو؟ هذه المرأة كنت الانترنت بتاعك انا مش كنت بقول اتمنى للشيوخ يتفرجوا عليها ويتعلموا منها. انا نفسي انهض بالمسلمين بشكل غير عادي. انا قناة الأمة يوم ما صدرت قلت لهم سيبوني اعللكم السقف، سيبوني ارفع السقف شوية، لان احنا منكسرين على مدى 60 سنة. لازم حد ينطق. بس يبدو زكريا بطرس عامل لك عقده نفسيه قويه. لا ده انا بقول لك لو شفته اقبل ايده، انا هو الذي صنعني. يعني هذا القبيح هو الذي صنعني. فاذا يعني هلا اذا بدنا نحط عنوان عريض، كيف ارد عليه؟ اذا بدنا نحط عنوان عريض ابو اسلام اذا رايت زكريا بطرس اقبل يده لانه صنعني. والله صنعني. شوف اقسم بالله، والكنيسه صنعتني، واللاينز والماسونيه والروتاري صنعوني. انا اجيد فن. تعرف مدرسه الصحفيه مين؟ رزل يوسف واخبار اليوم. اقرا التحقيق. انا اعرف قدر نفسي، انا اتعلم. انا اقرا في رزل يوسف حوالي 5 ايام، اعرف ازاي بيكتب التحقيق، المقدمه، الحوار ازاي، لاني انا اريد ان اكون مهني متميز. انا غيران ان ما عندناش طولي خليفه تاني. اعلن ذلك، بقوله ما عندناش وائل الابراشي، ما عندناش محمود السعد. خيبه من خيبه المسلمين، وده دوري اللي بعمله بقى. بحاول. محمود سعد ووائل زي طولي خليفه. مش مسلمين؟ لا مسلمين، علمانيين كارهين لاي وجود للاسلام. يلا قضيه يا لا عم بتوجه لي اتهام، قضيه عم بتوجه لي اتهام. فكرت انك رح تمر وهيك مرور الكرام. اتفضل. انا اولا مني علماني. لا علماني؟ لا اعوذ بالله. لا العوذ بالله. لا علماني. العوذ بالله. انا مني علماني. لما وأنا تحاول لست انك كارها انت للإسلام. اسمعني بس. بالعكس لا. انا مسيحي عاشق للاسلام. ده الخطاب المسيحي. وانا اتحدى لا الخطاب المسيحي انا اتحداك اذا الله بيعطيك النعمه اللي يعطيني اياها. انا انسان مسيحي. عز وجل. انا انسان مسيحي. اذا كان فيك خير الإسلام. اذا كان فيك خير ادعو الله الا يحرمني منه. طبعا. اذا كان في خير يا رب اتوسل اليه. نعم. وانا ادعو الله في طولي خليفه. وانا ادعو حسنة الله لا تحرمني منها. انا ادعو الله عملا صالحا الا تحرمني منه. انا ادعو فأنا الله. فانا اريد يا ربي ان ارضيك حتى لو على يد مسيحي. انا ادعو الله ان ينعم عليك بما انعم علي. انا ما اقدرش اقولها. انا مسيحي. ما اقدرش اقولها. اعشق الاسلام. بقول لك انا ما اقدرش اقولها. الاسلام. انا ما اقدرش اقولها والله. ما تقدرش. لان ديني يمنعني. مش دينك يمنعك. انت تستطيع انك انت تقول لمسلم اني انا بأحبك في يسوع، اما انا ما اعرفش احبك في الله، لان عندي الحب في الله مشروط بشروط. انا مسيحي. وانا كلامي اوضح واشيك. انا مسيحي اعشق الاسلام. انت لا تستطيع فعل وانا مسلم. انا مسلم ابدا. انت اسلامك من اليوم يحب الله. انت اسلامك للاسف قائم. ايه ده انت مفتي بقى خلاص. مثل ما انت بتفتي. ما شاء الله. مثل ما انت بتفتي. ما شاء الله. يحق لك ما لا يحق لغيرك. اسلامك قائم. مش هدخل الملكوت. ايه رايك؟ على كراهيه. على كراهيه الاخر. لا. وعلى الشو اوف. انا اكره السفله وعلى الشو قلالات الادب المنحطين. مش انت اللي بتقيم الناس. مش انت اللي بتقيم الناس. ما في ناس بيوصفوك بنفس هم دول بعيدين عنك كتير. طيب. يعني بيني وبينك يعني بالله عليك. ما دول الناس الفرق بينك وبين ميزو ايه؟ ما دول الناس بيوصفوك. انا بقول لك الفرق. ما انت بقول لك جايب يا استاذ زباله الناس. يا استاذ لو انت رحت مثلا بقول لك انا بقول لك مين؟ اسال مين؟ اسال محمد حسان، اسال ابو اسحاق. شفت انا بقول لك على مين؟
اسال الناس الكبيره الوزن الثقيل، اسال محمد حسين يعقوب، اسال الناس الوزن الثقيل، اسال الكتاتني، اسال محمد مرسي. اسال الحب والمحبه التي تقام عليها كل الاديان، ده شغل الكنيسه واساس بالاديان. تعرف لو انت كنت اتمنى عليك عندك حاجه تقولها غير الكلام ده؟ يعني قادر تقنع الراي العام؟ انا اليوم عاوز اعتنق الاسلام. اقول لك نعني اني انا اعمل مسلم الله عليك بعد ما انا اشوفك تتصرف بهذه الطريقه. انا لما اشوف انا اتصرف التصرف الذي يليق بكلامك. اتفضل. لا انا قبل ما بلغت، انا اليوم انسان اريد ان اعتنق الاسلام. اسمعني، كيف لك ان تقنعني اتفضل بان اقتنع لاعتناق الاسلام؟ انا انسان قلت لك اعشق الاسلام، انا مسيحي اعشق الاسلام، خلاص. ولكن عندما ارى طريقه خطابك، طريقه انتقادك، طريقة حديثك، طريقة ألفاظك، كيف لي أن أتجرأ وآتي إلى أنصحك نصيحة؟ نعم. لا تسمع لأبي إسلام، واسمع لاعتقاد أحمد الطيب، أنا معك. لاعتقاد علي جمعة أوافقك، لأبو إسحاق أوافقك، واسلم أبو إسلام يا أخي. ما دمت مخلص لله عز وجل وعايز تسلم، عليك بمحمد حسان. إيه رأيك؟ بكرة تتصل بيه وتخليه يعلمك الاسلام، ما تاخدش ابو اسلام منه الاسلام، لان انا لست بداعيه، انا بقول لك كاتب مفكر صاحب راي، خلاص. لكن انت عايز تعملني شيخ، انا مش شيخ، انا مفكر شيخ. خلاص. اذا انا اتعامل بك معك على مستوى الفكر. عايز تاخد دين وتسلم، عليك بايه؟ شيخ الازهر. طب اخد منك عليك إيه؟ بالمفتي. تاخد مني اعلمك ان كتابك كذا وكذا وكذا وكتابي كذا وكذا. ده اللي تعلمه مني. اجيد هذا الفن، امسك كتب المسيحيه بالاجمال. فن. خلاص. فن. فن. انت قلتها، تملك هذا الفن. يعني اتمكن منه جيدا. يعني انت وزكريا بطرس من مدرسه واحده، تتقنان نفس الفن. موافق معك، صح؟ لا يضيرني، فانا فنان في هذا العلم. فنان. كيف اقول ان الكنيسه لا تعرف لها ربا، ولا تعرف لها كتابا، ولا تعرف لها نبيا. تطلب مني كيف أدلل على ذلك. والمسيحيين جميعا ارتضوا أن يهان الإسلام على لسان واحد منهم. مين من المسيحيين ارتضوا؟ شنودة. ما أنا قلت لك شنودة صوت وصورة. الله يرحمه قداسة البابا شنودة. بقول لك شنودة صوت وصورة. الله يرحمه قداسة البابا شنودة. هو يمثل كل المسيحيين؟ لا. طيب خلاص. أرثوذكس. ولا كل الأرثوذكس. خلاص. يعني وأنا بتعامل مع يعني زيكو بس. خلاص. انت مزعلك مين؟ طيب انا مش مزعل يا اخي. لا دينك هو دينه، ولا كتابك هو كتابه. بالتجربيه. هل ده مبدا اخلاقي؟ يا اخي ما تسيبني انا واحد مع ارثوذكسي قبطي، مش ارثوذكسي صربيا، ولا ارثوذكس حبشي، ولا ارثوذكس اريتري، مش دول كلهم ارثوذكس. انت لماذا تدافع عن عقيده تكرهها وهي تكرهك؟ اوعى تغلط. لماذا؟ هناك مجموعة كتب أصدرتها الكنيسة المصرية الرئيسية. شو إذا بدي أرجع؟ أصدرت كنيسة. تعرف شو إذا بدي أرجع لما قلته الآن؟ يعني وكأن زكريا بطرس نجح في مهمته وأنت طبعاً فشلت، لأن زكريا بطرس حضنوه. أنت نبذوك. صرف ليه؟ إني مخليك ما أنتش قاعد مظبوط، إني مخليك قاعد مرتبك أمامي. فلو فشلت أنا ما كانش الكنيسة تزعل بهذه الصورة. الكنيسة بقول لها صلحينا، كوني تقية، ترفض. كوني راقية، ترفض. كفي عن الأذى، ترفض. من رأيك هلا الكنيسة قاعدة عم تسمع لك وما عندها شغلة إلا أقول لك حاجة؟ أقسم بالله قسم بظهر الغيب أنه لا يوجد مسيحي في مصر لا يشاهد برامج أبو إسلام. هيدا اللي أنت بدك إياه؟ شفت الثقة؟ هيدا اللي بدك إياه؟ خليني أنزل عند أي كنيسة بيسلموا عليا، عارفين أبو إسلام كويس جدا جدا جدا. طب لما واحدة بتيجي تسلم جديد وفي مشاكل كده، اقول لهم ما تقولوش ابو اسلام، ما تقولوش. ولذلك اول مره جاني منى ظريف البيت، لو عرفتوها ابو اسلام ما كانش جالي، ما كانش اتى. لكن لما جالي وكان في حاله عايزه تسلم، قلت له واجه يلا. الولد الله اكبر عليه وليد، اذكره جيدا، اول من اسلم على يدي من بين اكثر من 1000 فتى وفتاه، وللحمد والمنه. لم اتاجر بواحد منهم، لم تسمع اسم واحد عند ابو اسلام، لم اعرض اسما او صوره على قناه الفضائيه. ليش انا لما عرضت عليك قلت لي روح عند غيري؟ عرضت علي ايه؟
قلت لك انا اذا اريد ان اعتنق الاسلام، قلت لي ما تجي لعندي، روح عند غيري. لانك انت واخد موقف مني. يا عمي وين اخذ موقف منك؟ لا، ما انت مش عاجبني. ولا انت بتسمعني؟ هل تستطيع ان تسمعني وانا اعرفك دائما ابدا كيف ان انا استخدم معك، اعرفك ما المسيحيه امامي في الورق. يعني انت تقرا، اعطي لك الكتب التي تقدسها انت وتقرا انت، ثم اسالك هل هذه ترضى بذلك؟ ان قلت نعم خير، ولكن ان قلت لا خلاص اعرض عليك الاسلام. ده لازم اتعامل بهذه الصوره. انا لازم يكون اللي قدامي يقتنع. اي نوع من الكتب بتعرضها؟ اللي على الكتب المسيحيه ولا الاسلاميه؟ المسيحيه. المسيحيه شايلها على الانترنت؟ لا، انا عندي كتب تحلم الكنيسه انها تكون عندها. عندي طبعه 1622 او ثاني طبعه بعد اختراع المطبعه. وعندي اخر طبعه كاثوليكيه في العالم. وعندي اخر طبعه لكنيسه المشيخيه، مش المشيخيه بتاعت المعمدانيه، لا، في لبنان، اللي اصدرت ما يسمى بكتاب الانجيل الشريف. طبعه مرفوضه من الكاثوليك، مرفوضه من الارثوذكس، بجميع الطوائف. لكن هذه الكنيسه اللبنانيه عندي لها اكثر من 4 طبعات للكنيسه هذه. اخيرا، هل تترشح الى الانتخابات؟ انا ارفض الانتخابات. ارفض الانتخابات. شو بدك؟ ارفض النظام الجمهوري. شو بدك؟ بدي ايه؟ الاسلام. الامامه والخلافه؟ الله، يا ريت طوني خليفه بيطلب لي الخلافه والامامه ان تتحقق في المسلمين. يا رب يا رب لا ترد كلمه طوني خليفه، ان تتحقق الخلافه لا الامامه. يا حلم ادعو الله عز وجل الا اموت حتى ارى. وعاصمتها؟ عاصمتها ان شاء الله لما يبقى الخليفه ياتي هو المكلف بذلك، مش انا. بس يا رب يهيئ لهم كده. وعلى فكره قريبه جدا، صدقني قريبا جدا سنرى رايه لا اله الا الله فوق البيت الابيض. الان تقام الصلوات في البيت الابيض، تؤم الصلوات في البيت الابيض. لا، الاسلام ينتشر بتصريح واضح من احد كاردينالات بابا روما. واحد كبير صرح بذلك. نسبة الإسلام هل تريدون تغيير العلم المصري؟ استبدال النسر اللي على العلم أنا لا أعرف أن للأمة الإسلامية علما أو راية إلا لا إله إلا الله محمد نعم. رسول الله. لأنه أنا شفتها على القنوات على الشمال، علم مصر بدل النسر. بقول لك لا إله إلا الله. لا أعرف للمسلمين راية إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في ظلها يعيش المسيحيين في أجمل وأبهى العصور كما عاشوا أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يعيش المسيحيين بأبهى العصور بوجود أبو إسلام؟ كما عاشوا أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سأموت يا سيدي، أخرج من هنا وأروح أوروبا. كيف ترى أن قيادات الجهاد كلها موجودة بإنجلترا، بالبلدان الصليبية لا حاسب والله أحسنت هذه المغالطة. أنبه جميع المشاهدين أن أوروبا لا تسمح ببناء المساجد لأنها مسيحية. لا، لو كانت مسيحية ما سمحت بواحد اسمه أحمد أو محمد. علمانية. النظام العلماني يسمح بذلك. لكن الأندلس أمامنا شاهد، عندما حكمها الصليبيون لم يسمحوا لواحد اسمه أحمد. عندما حكم الصليبيون الهند لم يسمحوا لواحد اسمه أحمد. عندما حكموا فلسطين، نحن عم نحكي على 2013 عن القرن ال21. المسيحيين لا يتغيرون، أن الكتاب يحضهم على القتل وسفك الدماء. الكتاب الكتب المسيحية وليس الكتاب تحض وتتبنى القتل وسفك الدماء والتدمير كل من يعاديه. والله أنا محب، أنا لني دموي ولني عدائي ولا أنا يهمني كتابك اللي بتتقدم ما أنا بناء على كتابي. ما أنا بقول لك كتابك بيقولوا أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم وأنتم لا تحبون بعضكم بعضا. من ضربك على خدك الأيمن در له الأيسر. هذا كذب بدليل واحد. بشو؟ إن الانتخابات اللي اتعملت في البابوية مؤخرا كلها تزوير وطعنين عليهم في مصر وفي بابوية الفاتيكان. ما في انتخابات حصل بين المسيحيين إلا وفيها صراع. المجلس الملي والكنيسة المصرية فضائح منذ 50 سنة.
الكنيسة الله الخمسينية، كنيسة الله الخمسينية، وكالة اسمعني، كيف كنيسة الله الخمسينية نعم. في جزيرة بدران تم اغتصاب الهيئة القبطية لها حتى اليوم بقالنا حوالي 20 سنة. تم اغتصاب الكنيسة بأموالها بمعداتها، وقعد الراجل صمويل المشرقي حتى مات ولم ينل حقه من الكنيسة. فتاريخ الكنيسة كله صراعات دموية شكرا لك أبو إسلام على هذه المقابلة. طلب صغير ألا تزعل مني. أنا بالعكس، وأنا سأقول رغم كل ما سمعت، كل ما أطلب منك، أنا اليوم إحنا تناقشنا فكريا، لكن أنت الذي فتحت هذا على لا بالعكس، فلا تزعل مني. أنا ما بزعل، وأقدم اعتذاري لكل مسيحي أي كلام لي يسيء إليه، لكن تمنيت أن الأستاذ طوني ما في داعي إذا كانت هذه قناعاتك، ما في داعي، لكن في احترام في التعامل. طيب. أنت لازم تردني إلى ذلك. لا شكرا لك. أنا أؤكد ما أنا عليه. أنا قلت أنا مسيحي أعشق الإسلام، وكنت أتمنى وأنا مسلم أحترم المسيحية والمسيحيين إلا إن اعتدوا علينا. خلاص. شكرا لك على هذه المقابلة. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من أجرأ الكلام. تصبحوا